السلام عليكم واهلا ومرحبا ابناء طلاب الثالث الثانوي. فيديو جديد هنبدا النهارده نركز على سؤال التشويس والتريكات والافكار اللي ممكن تلخبطنا شويه، وبعد كده بنحل امتحان كامل ان شاء الله بالاسئله المتوقعه. تابعوني. As you see دي اللي احنا بنسميها تريكات بتيجي في الامتحانات، يعني جمل بناخد بالنا ونركز فيها جدا. نمبر 1 الفيرب تيك، وجيلنا بنقول في الباست سيمبل في الماضي البسيط he took 3 hours to study. يبقى الكي وورد هنا ان took هيجي بعدها فترة زمنية بعدها to infinitive. طيب spent يعني يقضي برضه أو ينفق. هنقول he spent 3 hours studying، هيجي بعدها verb plus ing اللي هو الجيراند. يبقى هنا النوتس أو الملاحظات المهمة إن الفيرب took فترة زمنية to infinitive، الفيرب spend وبيجي في الباست simple spent فترة زمنية verb plus ing. Number 2 the verb make and the verb cause. My teacher always makes me study hard. make object مفعول infinitive makes me study hard. My teacher always causes me to study hard. هنلاحظ ايه؟ cause object مفعول to infinitive. 3 the more صفة طويلة، the more صفة طويلة كلما. the more صفة طويلة، the وصفة قصيرة er. For example, the more you study the higher marks you get, or the more you study the more knowledge you gain. الروابط الزمنية كلنا اتعودنا في ال conjunctions أو في الروابط بيبقى عندنا after, before, by the time, as soon as, no sooner, hardly, scarcely, till, until، كلها بعدها أو usage بيستخدمها في ال past perfect الماضي التام and past simple الماضي بسيط. النهاردة هنستخدم after, before, when, as soon as، وبعد كده till و until as, like, if. first conditional هيبقى بعدهم present simple مضارع بسيط or present perfect مضارع تام. الجملة التانية future simple مستقبل بسيط. For example, I'll go to bed after I do my homework. I'll go to هنا الجملة will والمصدر اللي هو المستقبل البسيط. هنا افتر الجمله الخادعه ان هنجيلنا افتر بنفكر كلنا في الباست بيرفكت في الماضي التام، او في الجيراند افتر لو مفيش سبجكت فاعل بنفكر في الجيراند على طول لوفر بلس ان جي. لكن الكي وورد او ناخد بالنا ان عندنا هنا فيوتشر هنبدا نفكر في البريزنت سيمبل او البريزنت بيرفكت. as soon as she بمجرد and she arrives or she has arrived، الاثنين صح. مضارع بسيط arrives، has arrived مضارع تام. in London she will call me سوف تتصل بي future simple. until اتعودنا عليها بتيجي في نص الجملة till و until بمعنى حتى، هيجي قبلها future negative منفي he won't come لن يأتي until I phone him حتى أتصل بيه. برضو هنا phone present simple مضارع بسيط، have phoned مضارع تام أو present perfect. طيب until مع الباست بيرفكت مع الماضي التام باست سيمبل بيجي برضو عندنا الباست سيمبل نيجاتيف منفي he didn't come لن ياتي until I had phoned him. had phoned كلنا عارفين يا شباب اللي هو الباست بيرفكت او الماضي التام. بعد كده نمبر 5 I can't meet you tomorrow because I'm doing the shopping. هنا بنستخدم فعل في المستقبل نتيجة لترتيب فعل أو حدث آخر، نستخدم مضارع مستمر أو مستقبل مستمر. طالما في ترتيب أحداث هنبدأ نفكر في البريزنت كونتينوس مضارع مستمر. I can't meet you tomorrow لن أستطيع مقابلة because I'm doing the shopping. أو I can't visit you tomorrow because I'll be studying for my exam. ده I'm doing ده البريزنت كونتينوس مضارع مستمر،
و I will be studying ده الفيوتشر continuous المستقبل المستمر. ناخد بالنا من باي بتيجي بشكلين. باي 2010 ودي سنة أو عام في الماضي، فترة زمنية سابقة، هنجيب بعدها past perfect. By 2010 I had finished my studies، يبقى هنا past perfect ماضي تام. By 2020 ده مستقبل تاريخ في الفيوتشر في المستقبل، هنجيب future perfect. I will have finished my studies. I will have finished. will have past participle ده اللي هو الفيوتشر بيرفكت مستقبل تام. طبعا احنا عارفين since for في المرة الزمنية وان بيجي طبعا بعدها سنة ماضية وبعدين باست سيمبل، دي حاجات في الإعدادي وحاجات سهلة جدا. in 2000 I studied English. في سنة 2000 كنت درست الإنجليزية. By 2000 I had studied، لسه قايلينها. Until 2000 I hadn't studied، ناخد بالنا من نيجاتيف. I hadn't studied حتى عام 2000 لم أنتهي من دراسة الإنجليش. Since 2000 I have finished. since طبعا معروف إنه بيجي مع البريزنت بيرفكت المضارع التام. By 2020 I will have finished my studies. احنا بنعمل comparison أو مقارنة بينهم، ولكن احنا عارفينهم كويس جدا. بعد كده هنشوف after و for مع الباست بيرفكت الماضي التام. I had done my homework ده ماضي تام طبعا. before watching حدث أول، حدث تاني. أنا انتهيت من واجباتي قبل مشاهدة التلفاز، يبقى الحدث الأول اللي عملت الواجبات وبعد كده شاهدت. before watching. طب لو عندنا subject فاعل هقول before قبل I watched TV past simple ماضي بسيط. after doing his homework he watched TV. هنا after جبنا بعدها gerund برضو. طب لو عندنا subject هقول after I had done أو he had done his homework. لو هنتكلم على he يبقى he had done his homework he watched TV. ماضي تام ماضي بسيط، حدث أول وحدث تاني. after بيجي بعدها الحدث الأول. ممكن بدون استخدام after نقول having done، يعني having done بتساوي after I had done أو he had done. having done his homework he watched TV، يبقى خلص الواجبات أو انتهى من الواجبات وبعد كده شاهد التلفاز. since تربط بين جملتين. أيوة يا مستر ممكن تربط بين جملتين، بيجي قبلها المضارع التام اللي احنا عارفينه have أو or has بلس participle بعدها past simple ماضي بسيط. I have played this game since I was 5. since تيجي قبلها مدة زمنية بإتس. جميع المدد الزمنية اللي بتيجي بعد for ممكن تيجي قبل since بإتس. it is a year, it's 2 days, it's a month, it's a long time since I met safe. منذ أن قابلت سيف. بعد كده آخر تركاية هنقولها استخدام as the coronation takes place as planned or as it has been planned. نستخدمها طبعا، نستخدم التصريف الثالث معاه. وهنا جملة ممكن تيجي مجهولة. احنا قلنا coronation اللي هو التتويج حدث as planned كما خطط له or as it has been planned اللي هي في الباسيف. best regards درس student طلاب وأبطال الثالث الثانوي. good luck. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.